فيلمنا بيبدأ بويل اللي بيكون مكتئب وحزين وحاسس بالذنب بسبب موت بنته، فبيروح جلسات علاج نفسي علشان يعدي الأزمة اللي هو فيها. ولما خرج من العيادة جاله مريض اسمه براين علشان يتعرف عليه، وعزم ان هو يوصله، بس ويل رفض علشان ما يشوفوش وهو بيشرب. فراح سابه ومشي، وكان بيشرب وهو ماشي. ولما روح البيت كل ونام وحلم ان هو بيغرق، وفي حد كان بيصحيه بسرعة. فقرر جلسات العلاج تاني اكتر من مرة، وكان معاهم مريضة اسمها ليديا. اقترحت عليهم ان هم يغيروا طريقة العلاج علشان علاج الدكتورة ده مش ماشي معاها. فويل اقتنع بكلامها، بس المعالجة النفسية رفضت فكرتها وقالت لويل ما تهتمش بكلامها. فلما خرجوا ليديا قالت لويل ان هي حاسة ان هما مش عايزينهم يتحسنوا. فسألته هو انت اتحسنت؟ قال لها لا. قالت له ان هي مش مريضة زي باقي الناس اللي موجودين هنا. فسألها امال انت هنا ليه؟ فقالت له عشان بنتها ماتت، ومن يومها وهي في صدمة وقلبها مكسور، وحزنت عليها جدا. فاقترح عليها انها تتعرف على مجموعة جديدة علشان تخرج من حزنها بسرعة. وقالت له ان هي متأكدة ان هي هتشوف بنتها تاني. بعدين براين بيجيلهم وبرضه بيعزم على ويل ان هو يوصله، بس ويل رفض. وروح البيت ويومه بيتكرر تاني. بيروح ياكل ويشرب وينام ويحلم ان هو بيغرق وحد بيصحيه. فبيقوم من النوم مخضوض. ولما قعد يفطر لقى ان قلم وقع عند رجله، وهو ما يعرفش القلم ده وقع منين. بعدها بيروح جلسة العلاج تاني، وبدأ المرضى يحكوا عن اللي حصل لهم وسبب وجودهم في المركز. بعدها المعالجة ادت لهم ورق وقلم علشان يكتبوا رسالة لأي حد هما مشتاقين له. ولما قعدت على كرسي القلم وقع منها. فويل افتكر القلم اللي وقع في بيته النهاردة، وكان مستغرب نظرات الطبيبة ليه. ولما خلصوا الجلسة ليدي قالت له هشوفك بره. فلما خرج ملقاهاش ولقي براين واقف له، وكان بيكلمه كلام مش مفهوم. وبعدها مشي. وبعد ما مشي ليديا جت، فوصفت له مكان وقالت له هتنسى فيه حزنك. ولما راح المكان قابل راجل عجوز اسمه فون، وكان قاعد في خيمة. فاداله ورقة وقلم وقال له ارسم اي حاجة انت عايزها، وبعد ما تخلص حطها على الصندوق ده وبعدين اديها لي تاني. وويل عمل زي ما قاله، وبعدها مشي وروح البيت. فلقي مكتوبة على التلاجة بالحروف اللي بنته كانت بتلعب بيها، متجمعة ومكتوبة أهلا. فاتخض والأكل وقع منه، وراح يدور في البيت على اللي كتب كده، بس ملقاش حد. فرجع تاني ولخبط الحروف. بعدها لقي القلم زي اللي كان مع الدكتورة، وبرضه وقع عنده زي قبل كده. فاستغرب برضه، ولقي ان الميكروويف خلص، وهو اصلا طلع منه الاكل اللي وقع منه على الارض. فلما راح له لقي ان مكان الاكل اللي وقع منه نضيف، ومفيش اثر لاكل كان وقع. ففتح الميكروويف لقي ان الاكل لسه موجود فيه. فما كانش فاهم حاجة. فشرب ونام وبرضه حلم بنفس الحلم، بس المرة دي اطول شوية. وكانت فيه طفلة بتغرق، وايد كانت مليانة دم. وبعدها نفس القلم اتحدف جنبه تاني. فصحي وشافه، وليه ان في ورقة على التلاجة فيها رسمة بنت وولد. فراح ليفون تاني بس ملقاهوش، وليه رسمته مرمية على الأرض. فراح جلسة العلاج تاني علشان يقابل ليديا، بس ملقاهاش برضه. ولاحظ ان الدكتورة بتبصله بصات غريبة، ومش هي بس، ده كمان براين بيبصله. وبعدين بدأوا يقروا الكلام اللي كتبوه في الورقة للدكتورة. فالدكتورة قالت لهم ليديا مش هتيجي تاني. فسألها مش هتيجي ليه؟ قالت له عشان هي بقت كويسة. فهو استغرب ازاي كويسة بالسرعة دي. قالت له ممكن تكون بنتها رجعت علشان كده اتحسنت. فهو استغرب اكتر، بنتها رجعت ازاي اذا كانت بنتها ميتة؟ فهم قالوا له احنا نفسنا مش فاهمين حاجة، بس هي بتقول كلام غريب، وكأن الزمن رجع بيها تاني لورا. فهم سابوها براحتها. فراح تاني لفون واداله الرسمة اللي كانت على التلاجة. بعدين اداله اسطوانة وقال له روح اسمعها في البيت. فلما روح كان في ورقة ملزوقة على التلاجة، فهو شالها ورماها في الزبالة عشان يوسع المكان للحروف يمكن يكونوا حاجة جديدة. بعدها شغل الاسطوانة ولقي متسجل عليها جملة معينة وعمالة تتعاد كتير، وما كانش فيه غيرها على الاسطوانة. فراح يشوف صور بنته وكان بيفتكرها. بعدها نام وصحي، ولقي ان كل حاجة حواليه بتتهز، والحروف اللي على التلاجة بتقع لوحدها، وكونت جملة انا هنا. فلقي ان الكرة اللي كانت بنته بتلعب بيها جت عنده. فراح لفون تاني وسأله جاب الاسطوانات دي منين، وقال له على كرة بنته اللي جات له. فقال له انت كده على الطريق الصحيح. واداله الاسطوانة التانية وقال له دي مكملة للاسطوانة الأولى، وفي اسطوانة تالتة هتاخدها المرة الجاية. وهو ماشي لف عشان يكلمه، بس لقي ان فون اختفى.
فروح وشغل الاسطوانة اللي خدها، وبعدها بدأت كل حاجة حواليه بتتحرك. وراح يشوف الحروف اللي على التلاجة، فلقاها كاتباله ان هي رجعت. فراح يشغل الاسطوانة تاني بس ما اشتغلتش. فراح لفون تاني بس ما لقاهوش. فجات له ليديا وقالت له ما تسيبش الحاجة اللي انت بتدور عليها. بعدها دخلت الخيمة، فهو دخل وراها فما لقاهاش، ولقاها اختفت. فليه ان الاسطوانة التالتة موجودة، فخدها ومشي. وروح شغلها واتفرج على صور بنته ونام. بعدها صحي على الحاجة بتتحرك، فراح للتلاجة ولقي نفس الجملة عليها ان هي رجعت. فراح يدور عليها تاني. فلما دخل، روح البنت ظهرت وكانت بتجري. فهو لما سمع الصوت راح يشوفه. بس براين فجأة جاله البيت وطلب منه ان هو يدخل علشان يتكلم معاه شوية. وقال له ان هو جاي يطمن عليه علشان بقاله 3 ايام ما جاش الجلسة. ويل قال له انت كداب، انا كنت لسه في الجلسة امبارح. بعدها براين لقي ازاز الخمور في كل حتة. فويل قال له ان هو مشربش خالص من 24 ساعة. بس براين ما كانش مصدقه. ويل اتعصب عليه وقال له انت مش علشان شرطي تتعامل معاه لاني مجرم. فبراين قال له ان هو ساب الجلسة علشان يقابل الراجل المتشرد في الغابة. وقال له ان هو عارف حوار الاسطوانات. وقال له ان كل اللي انت بتشوفه ده وهم بسبب شربك الكتير، ورفضك ان انت تتقبل الحقيقة والعلاج. فوهو بيكلمه ولقى ان الورقة اللي رماها في الزبالة رجعت تاني على التلاجة. فاتخانق مع براين واعتقد ان هو اللي رجعها. فاتخانقوا مع بعض وبراين حس ان ويل هيهجم عليه. فراح مجهز سلاحه، وكمان ويل راح يجيب سلاحه. فلما دخل الأوضة لقي نفسه ان هو دخل الأوضة خد السلاح وخرج اكتر من مرة. بعدها سمع صوت بنته في الحمام، فلقي ان بنته في البانيو. وقالت له ان هي كانت بتتدرب على حبس الانفاس. فطلبت منه ان هو يجيب لها اللعبة بتاعتها. ولما راح يجيبها لها لقي ازازة الخمرة محطوطة، وعلشان هو بيضعف قدام الخمور فاتشغل بالازازة. بعدها بيبص على بنته لقاها ان هي غرقانة. فلما راح يطلعها وقع وكان بيغرق. فلما عرف يطلع من المية ملقاش البنت في البانيو ولقاها ان هي اختفت. بعدين جاله براين. فويل قال له ان شيلي بنته كانت هنا دلوقتي. فبراين قال له طب تعالى نتمشى شويه في الشارع. فويل خده وراحوا عند فون بس ما لقيهوش. فقال له ان ليديا كانت معاه هنا امبارح. براين قال له مستحيل اللي انت بتقوله ده، علشان ليديا انتحرت من يومين. بس ويل كالعاده ما صدقهوش. بعدين براين لقي ورقه جريده فيها خبر وفاه شيلي، وكانت مرميه في خيمه فون. فسأل ويل ايه اللي جاب الورقه دي هنا، وفون بيجمع معلومات عنك انت وبنتك ليه. فهو قال له معرفش، بس ليدي هي اللي جابتني هنا. فرجعوا البيت وويل حكاله على اللي فون بيقوله في الاسطوانات. ولما براين شغل الاسطوانة تاني ملقاش عليها حاجة. فقال له بس الاسطوانة فاضية معلهاش حاجة. ويل قال له ان الاسطوانات دي بتشتغل مرة واحدة بس، ولما تيجي تشغلها تاني الصوت بيختفي. براين قال له بس الجمل اللي انت بتقولها دي ايات من الكتاب المقدس. فهو كان رافض يسمعه وقال له ان شيلي ما ماتتش، هي بس متعلقة بين العالمين، وهو هيقدر يرجعها لعالمنا تاني. فبراين قال له ان ليديا كان عندها وهم وقدر يسيطر عليها علشان كده انتحرت. بس ويل صمم ان هو يجيب الاسطوانة التالتة علشان يقدر يرجع بنته للحياة. وبراين طلب منه ان هو يحضر الجلسة الجاية بس وهيقدر يتحسن. وقال له ان هو ما يشربش الفترة دي خالص، ووعده ان هو هيجيب له فون. بعدها براين كان ماشي ولما خرج اكتشف ان هو نسي تليفونه. فويل دخل يجيبهوله وليه ان الدكتورة متصلة بيه كتير، فكان شاكك من ناحيتهم. ولما براين مشي ويل راح للتلاجة تاني وكتب رسالة لبنته. وهو ماشي الرسالة اللي هو كاتبها لبنته وقعت، واتكونت له رسالة جديدة بس كانت بتشتمه فيها. فشرب تاني وراح لفون وملقاهوش في المكان. بعدها لقي حواجز شرطية حوالين المكان. فخد المسدس وراح العيادة وكان بيسألهم مين فيكم اللي بيراقبني، واتهمهم ان هم قتلوا ليديا علشان عرفت حياتهم. بعدها براين قال له ان الشرطة قبضت على فون علشان مستولي على مكان عام وقاعد فيه، يعني الموضوع ملوش علاقة بيك. بس ويل اتهمه ان هو عايز يبعده عن اي حاجة ممكن يلاقي بنته من خلالها. فبراين قال له ان هو ليه الاسطوانة التالتة والاخيرة وهيديها له علشان يرجع بيها شيلي. بس ويل ما كانش مطمنه. فلما سأله هي فين هتهالي، قال له ان هي في اسم الشرطة وتعالى معايا نروح نجيبها. قال له بس بشرط هاخد الدكتورة معايا. قال له ماشي. فراحوا جابوا الاسطوانة وشغلوها بس ما لقيوش فيها صوت. وكان لسه هيشرب فشاف بنته قدامه وبعدها اختفت. فهو رايح لها براين هجم عليه وضربه،
والدكتورة هي كمان استغلت الموضوع وراحت ضرباه بالرصاص. وبنرجع فلاش باك للي حصل زمان وبنكتشف ان المعالجة هي اصل مراته، وهو اعتقد ان هي بتخونه مع براين، فقرر ان هو يطلقها وياخد بنته منها. ولما راحت له تاني علشان تاخد بنتها كانت مع براين، فهو لما شافهم كان سكران فهددهم بالقتل، ونسي في الوقت ده ان بنته كانت في البانيو وكانت بتتدرب على كتم الانفاس. ولما افتكرها جري علشان يلحقها، فليه ان البنت غطسانة تحت المية، فجري ينقذها فاتزحلق ووقع على راسه، فجاله ارتجاج في المخ وودوه المستشفى. بعدها جاله شلل وما كانش بيقدر يتحرك ولا بيتكلم. وبنكتشف ان كل الممرضين اللي كانوا في المستشفى هما نفسهم المرضى اللي كانوا بيتعالجوا معاه في جلسة العلاج، إلا ليديا هي الوحيدة اللي كانت مريضة معاه فعلا في المستشفى. وإن المتشرد فون هو الدكتور اللي كان بيعالجهم في المستشفى وكان مسؤول عن حالتهم وكان بيعالجهم بالاسطوانات. وبعدين مراته بتروح له وبتديله ورقة الطلاق، ودي الورقة اللي كانت بتبقى متعلقة على التلاجة في خياله، وكان كل مرمية في الزبالة كانت بترجع تاني على التلاجة، ومعاها القلم اللي كان بيقع كتير في خياله. وبعدها بتسيبه وبتنزل وهو بيكون شايفها من الشباك، وبيشوفها وهي بتركب مع براين، وبيتفاجئ ان بنته راكبة معاهم في العربية وهي عايشة وما ماتتش. وبنكتشف ان هو لما دخل على بنته البانيو ولقاها غرقانة، هي ما كانتش غرقانة، هي كانت بتتدرب على كتم نفسها، فهو اعتقد ان هي غرقانة علشان هو في الوقت ده كان سكران وما كانش مركز. بعدها المستشفى بيشغلوا له الاسطوانات تاني، وبيبدأ يدخل في حالة الوهم من أول وجديد، وتتعادل الحكاية تاني. وبكده يكون خلص ملخص فيلمنا.